هنعمل مع بعض رولات الجلاش دي بطريقة سهلة جدا، واهم حاجة تكتبوا لي تريكاتكم فيها ايه. ويلا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله وعلى بركة الله. اول حاجة بعملها هي القطر. بجيب كيس سكر وبحط عليه 3 كوبايات من المية، 3 كوبايات عاديين اللي هما بتوع الشاي. بعد كده بدوب السكر كويس جدا، واول ما المية تغلي اللي هو السكر بالمية يغلو بحط عليهم ليمونة. تمام، ده القوام بتاعه بعد ما خلص. انا هحشيها حشوه مكسرات. جبت الفول السوداني وجبت دي كانت كنافه عندي في الفريزر، ففلفتها كده، طلعتها فرفتها شويه. تمام، بعد كده حطيت عليها سمنه وحطيتها على النار اديتها تحميره، والفول السوداني برضو ياخد تحميصه. وبعد كده طحنت الفول السوداني بس ما يبقاش طحنه كامله يعني. وبعد كده هحط بقى الفول السوداني على الكنافه كده، واي اضافات تحبوا تحطوها حطوها. انا حطيت زبيب وحطيت جوز هند. اهم حاجه ما تنسوش تكتبوا لي التريكات بتاعتكم فيها ايه. بعد كده حطيت عليها من القطر بتاع الجلاش اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي مع بعض. تمام، دي لفه جلاش نص كيلو، ما شاء الله عملت كميه حلوه. بجيب بقى ايه، بجيب الجلاش كده براحتكم بقى تحشوه بالطريقه اللي انتوا عايزينها. تمام، انا هنا بدهنه كده بالسمنه، وبعد كده ببدا اللي انا احشيه علشان الف رولات. ولفوه براحتكم يعني، اللي هو ايه، ما تأزموش نفسكم في اللف قوي، علشان خاطر ايه في ناس بتخاف تعمله عشان موضوع اللف ده. بس هو سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه، خدوا بالكم. بصوا سهل ازاي. بدهن سمنه من جوه ومن بره يعني. بصوا السمنه طبعا بتكون سايحه كده. بعد كده بقى بروح حاطه فيه المكسرات او الحشوه اللي احنا محضرينها، وممكن تحشوا مهلبيه. هعمل لكم برضو اليومين الجايين مهلبيه، لان ولادي مش بيحبوا بالمكسرات، فوعدتهم ان انا هعمل لهم بالمهلبيه. نبدأ بقى اللي احنا نرصصه كده جنب بعض في صينية. اهم حاجة تكون مدهونة بالسمنة. هي عملت الصينية دي وعملت صينية تانية مدورة، يعني نص كيلو عمل ما شاء الله الكمية دي كلها. بعد كده اول ما بتطلع من الفرن بروح حاطه عليها العسل. تمام، وبعد كده بقى اهم حاجه لازم تغطوا عليها علشان تطرى ما تبقاش ناشفه، وتاكلوا بقى احلى جلاش. اهم حاجه بقى تكتبوا لي تريكاتكم فيها ايه، وما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال، باي باي حلوين.